فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قال ابن كثير ليس معناها أضاعوها تركوها بالكلية، لكن أخروها عن أوقاتها. تسأل ابنك من يوم تدخل: ها يا حبيبي صليت؟ قال لي والله يا أبوي. فين صليت؟ في المسجد الفلاني. من صلى جنبك؟ قال والله ما أدري يا أبوي، ما أدري، رجال أظن بنغالي ما أدري هندي ما أدري شو، عشان لا تضبطه. طيب إيش قرأ بكم الإمام؟ قال والله ما أدري. ليه؟ فين كنت يا حبيبي؟ كانك صليت تسمع إيش قرأ الإمام. من صلى بكم؟ وقد كنت مرة أعاتب بعض أبنائي وأناقشه في الصلاة، كنا نصلي في الحرم فيصلون معي الحمد لله. لما خرجنا واحد منهم ما شفته، قلت له: فين صليت يا حبيبي؟ قال: فوق في السطوح لأن حر داخل. قلت: من معك؟ قال: معي فلان. فلان من زملائه. اي نعم. قلت: فلان معك؟ قال: نعم صلى جنبي. قلت: لحظة واني ادق على فلان: السلام عليكم. وعليكم السلام. وينك يا فلان؟ قال: والله انا في الطائف انا واهلي. قلت: ما صليت في الحرم؟ قال: لا والله صلينا في مسجد ابن عباس. وابني يسمع الكلام، واذا بيوم خجل قال: خلاص يا ابويا. قلت: يا ولدي تضحك علي؟ قلتني رجال كبير تضحك علي، تضللني، تضحك على نفسك. فلما يدري الولد انك تتابع وانك تبحث وراه وانك تأكد عليه، خلاص ما عاد يترك الصلاة. ولهذا رب العالمين قال ايش؟ وأمر أهلك ايش؟ بالصلاة. وبعدين واصطبر عليها. مو تأمرها مرة. بعض الناس يأمر ولده مرة فإذا ما صلى قال جعله ما يصلي، عجزت فيه. لا تعجز فيه، اصطبر. واصطبر فعل أمر من اصبر، لكنه مبني مزيد، وكلما زاد مبنى الكلمة كلما زادت القوة في المعنى. اصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. يقول لا تجعل همك الرزق لأولادك، اجعل همك أمرهم بالصلاة، أما الرزق عند الله. لكن بعض الناس ضيع أولاده علشان الرزق، صار يجمع المال وأولاده فجره، فإذا مات أخذ المال واستعان به على معصية الله والعذاب عليه. لا، انتبه، الصلاة اجعلها الميزان. تقول لأولادك: شوفوا يا أولادي اللي يصلي ترى مثل عيني، واللي